فاضل يومين بالظبط يومين. زي ما انتوا شايفين الدنيا بايظه، ما عادش في وقت، فاحنا لازم ناخد اكشن دلوقتي. لازم ان احنا نظبط الدنيا، نقفل كل حاجه، نرتب كل حاجه، ننظف المكان ونجهزه علشان بكره اخر يوم ليا في الشغل، فمش هكون موجود في معظم اليوم، فلازم كل حاجه تبقى مظبوطه النهارده. فاحنا هنروح من ده لده، كله بقى خلصنا. النهارده اخر يوم، كان صعب عليا ان انا اسجل شويه، بس في نفس الوقت لازم اخلص اللي بدأته. ف صورت كل حاجه، فخلاص يعني لازم اجي على نفسي شويه. بس اخر يوم ده صعب قوي، و في اسباب شخصيه كمان عامله فارق كبير قوي، وعامله يعني مأثره فيا نفسيا بطريقه قويه جدا يعني. فعلى قد ما انا كنت متشوق الفتره اللي فاتت، على قد ما انا دلوقتي عشان هو اخر يوم مش مستوعب، ومش عارف انا هعمل كده ازاي. بس اعتقد ان في الدنيا الواحد دايما او ساعات مجبر ان هو يضحي بحاجات هي غالية عنده قوي، تعتبر يمكن اغلى حاجة، مقابل حاجات تانية يمكن الله اعلم تفيد قدام، تكون خير قدام، وتكون خير للشخص اللي غالي عندك ده، اللي انت مضطر تسيبه حاليا. ف واحد يعني مفيش بايديه حاجه غير ان هو يدعي ويصلي وبس. انا لسه بادئ اليوم بتاعي، ودلوقتي هظبط التراك، هشيل كل الزباله اللي فيه، هنضفه وهعمل له فاكيوم علشان هنروح نبيعه، وبس يعني هنشوف بقى كده هنعمل ايه. هنا حاجات كتيرة قوي، ممكن اسيب له شوية حاجات زي الفاير، زي الليفتر، زي السترابس، وارمي الحاجات دي بقى كلها. اسيب له مثلا بتاع العجل، اسيب له الزيت، الحاجات دي كلها ممكن هو يستخدمها، هو اولى بيها. الفلتر بتاع الزيت برضه اسيبه له، بس خليه له مكان نضيف. عند شركة التليفون عشان ادفع حاجتي كلها اللي ما اتدفعتش واخلص منها، وبعد كده ننطلق على المشوار اللي بعده. 3549 Print receipt, continue, station 2, alright. طبعا علشان اقدر اشغل حاجتي بره البلد لازم ادفع الحاجه كامله. هنا بنجيب الحاجه بالتقسيط عن طريق الشركات زي فاتوره التليفون كده، بس الحاجه بتبقى مقفوله لهنا، فانا علشان اشغلها بره البلد لازم ادفع حقها كلها، امتلكها عشان اعرف اشغلها عادي من غير ما يحصل اي مشاكل. عايزين برضو نجيب كيس للتليفون جديده، وعايزين نجيب سكرين بروتكتور
عشان اللي في التليفون معايا اتكسرت الدش بلت خالص. فنشوف. عارف انا ايه اكتر حاجه مستفزاني؟ ان البنزين بقاله كام يوم رخيص، هو جاي يرخص وانا ماشي. قبل كده كنت يعني مش عارف اقول لك ايه، بس بترشق على يوم ان البنزين مثلا فيه ينزل يرخص، حاجه تعصب. الان احنا عند المحكمه، عندنا بيمنت ندفعها، هندفع البيمنت ونخش على المشوار اللي بعده. مش هينفع اسجل جوه عشان ما يتقبضش عليا، مش هيجي يتقبض عليا قبل ما اسافر. دلوقتي احنا عند فيدكس، هنعمل دروب اوف للتليفون القديم وبس. مش عارف بعد كده في اعتقد كام حاجه تانية تتعمل، بس ايه هي مش فاكر. اعتقد من وجهة نظري انه من اصعب الحاجات ان الواحد ممكن يعدي بيها في حياته ان هو يخوض تجارب جديدة بيكون الريسك والمخاطرة فيها عالية. يعني بتبقى الموضوع اسوأ لما انت بتبقى مجبور انك تعمل كده، مش بتعمله باختيارك. يعني مثلا مش الدنيا كويسة معاك والجو يعني وكل حاجة تمام، وانت قلت لا انا مثلا حابب ان انا مثلا اعمل حاجة تانية، اروح مكان تاني، انقل بلد تانية. لا، انت الظروف اللي حواليك هي اللي بتجبرك انك تعمل كده، فلازم ان انت تأقلم نفسك على ان الظروف هي اللي حطيت في الموقف ده. فبيكون اصعب شوية من لما يكون ده اختيارك انك تعمل كده بدون اي ضغوطات وبدون اي حاجة تجبرك عليها. وبتبقى بقى في الحالات دي هي اللي بيبان فيها فعلا قوة الإيمان، هي اللي بيبان فيها الإيمان بالنفس، هي اللي بيبان فيها التوكل على الله الحقيقي اللي بجد. علشان مهما توكلت على نفسك بس مفيش حاجة مضمونة. إنما لما تسيب الأمر في إيد اللي خلقك، مضمون او مش مضمون، انت عارف ان هو هيحل لك الموضوع، انت عارف ان هو هيفتح لك طريق، انت عارف ان هو هيعمل حاجة، لانه مش هيسيبك. حتى لو الموضوع في ذهنك انت كبني ادم بعقلك المحدود شايف ان هو there's no way out، مفيش طريقة، هتعمل ايه؟ لو انت حاسس ان انت هتتبهدل، حاسس ان انت خلاص مش عارف هتعمل ايه، ولا ليك حد ولا ليك حاجه، ما خلاص انت يعني حاسس ان انت في حفره مش عارف تطلع منها. انما عند ربنا مش ده الوضع. هي دي فعلا الامتحان بتاع التوكل. وكمان بيكون التوكل على التضحيات اللي انت اضطريت انك تعملها علشان تقدم على الخطوه دي، لانها في تضحيات صغيره ممكن تعدي، انما في تضحيات كبيره قوي تاني. هو ده اختبار التوكل، ان انت عارف ان ربنا هو هيتولى امر الموضوع ده، واللي انت ضحيت بيه حاليا ربنا هيعوضك بيه بعدين. One last video before this goes away. Before I go away. Get out of it. Last day in America. I guess. Huh? Last full day in America. Last full day, yeah. Tomorrow's gonna be only barely a half day tomorrow. Yeah, but I mean, that's when you go through security at the airport. That all sucks. Pat you down, grab your balls, you know. Especially that I have 10 bags on me. They'll be like, where the fuck are you going? Yeah, we can. Let's get away from the door. Where? This away. Ah, here we go. A little memory of our last meal together. And yeah, when you
said it's not possible that you might see me again. So, Last time. yeah. Well, hopefully there's another time. See you on the other side. To another side. Well, it's still yours, and I will not. No, it's yours now. It's yours now. All right. So, hold on. Hang on. Let me start loading some shit in the car. Alright, cool. صاحبي هياخد كل العدة. أنا كنت قلقان بصراحة مش عارف أوديهم فين لأن حرام يترموا لأن عدة كتيرة جدا في نفس الوقت ما اتباعوش فأنا مبسوط إن هو هياخدهم هيستنفع بيهم يعني ف يس نحط له بس الحاجة كلها في التول بوكس علشان الدنيا متنظمة شوية. Horse. Yep. This one, I wish I could take this one with me. You can't? No, of course not. It would be a busted. It would be like a freaking. Is that a saint right there? I don't know. Oh, he's holding a cross. That's a surprise. Yeah. But if you could shine that off, you know, it would look fucking amazing. It needs to be the blade needs to be tightened a little. Yeah, it's old. I mean, you can tell from how heavy it is. Yeah, it's nice though. I like it. You think it's real gold? I don't know, to be honest with you. Oh my god, imagine that. It's heavy, It is heavy for sure. which means that either there's lead in there or it's gold. If it's don't know gold. which. Oh my god. Well, I'm not selling it, so. Yeah. It's still gold. So use Try it out. I don't need one in the eye. Oh, you gotta be stronger, bro. Whip it. They're good. What's up, bud? Yo. Come here. Come here. Alright. I'm gonna miss you anyway. لقد وقعنا في الفخ. That's good for Halloween costume. That thing is royal. Watch the car. I've been out of the way. We got this shit on Halloween, so it doesn't look so weird today. Right, exactly. No one's driving by and thinking twice about a weapon in a fucking accident. fucking real. It is real. Not you.